يا عز عامل ايه؟ ايه يا صديقي مالك بس؟ والله انا من اول شهر في الشغلانه دي وخلاص جبت اخري منها، مش عارف انت ازاي بقالك 8 سنين مستحمل بصراحه. ليه يا عم؟ ليه؟ ايه اللي حصل بس عشان ده كله؟ مش عارف، شويه مع مديري وشويه التيم وشويه كلام غريب مش فاهمه وشويه الدكاتره يا راجل. بصراحه تايه يعني. لا الموضوع بسيط خالص. انت فكرتني بايام ما دخلت الشغلانه دي من 7 سنين. يعني اكيد ما حصلكش اللي حصل معايا. ايه اللي حصل بقى؟ احكي لي. يا عمي ده انا اول ما دخلت اول 3 شهور، اول حاجه مع مديري القيس بيا وافاجئ، اخدت التريننج فرحان ونازل الاريا، راجل عندي حماس وطاقه وبشتغل. الشهر خلاص بيقفل، كان يوم 28 ما انساهوش، 28/5 في مركز مطاي. نزلت من الميكروباص بلاقي تليفون من مديري: ازيك يا احمد عامل ايه؟ تمام يا ريس، إيه الاخبار؟ كوريتك كام؟ فانا السؤال ايه كوريتي كام؟ كي بي ايز بتاعتك عامله ايه؟ ايه يا معلم الكي بي ايز دي بتاعت ايه؟ طيب اعمل ايه يعني؟ انا مش فاهم المشكله فين. فلقيته بيقول لي افتح السي ار ام، في حاجه اسمها كي بي ايز او كي بيرفورمانس انديكيتور، دور على الكور ريت، دور على الكفرج، دور على الفريكونسي، وكلمني قول لي كل واحده فيهم كام. فانا قفلت المكالمه. يعني انت مش شايفهم؟ ما انت تعرف تصلحهم عندك على السيستم، وانت اكيد مكلمني عشان في مشكله. بفتحهم على السي ار ام، لقيت الكور ريت بتاعي تقريبا حوالي 13، الفريكونسي بتاعتي عامل 70%، كفرج مش جايب 80%. فكلمته: يا ريس الكفرج بتاعي كذا، الفريكونسي كذا. قال لي طب وانت محتاج كام زياره النهارده علشان نقفل الكور ريت بتاعنا 16، نقفل الكفرج بتاعنا 90، نقفل الفريكونسي بتاعتنا 85؟ فانا على ليفل الارقام عارف انت اللي هو مستحيله. ده انا في مطاي دي مركز صغير، 8 زيارات النهارده هاخدهم وحاطهم اخر يوم في الاسبوع، والنهارده 28 في الشهر ويوم اربع وخميس وجمعه اجازه، اعملها ازاي دي؟ قلت له طب هحسبها يا ريس هقول لك. قلت خلاص انا هشتغل من مطاي دي من الساعه 2 للساعه 8 10 بالكتير، هرجع تاني بعد 50 كيلو السنتر علشان اخد 4 5 زيارات، 12 زياره مثلا، 14 زياره. ده انا لو بطلع نار من بقي يعني. بس نزلت اتكلمت: يا ريس والله انا حسبتها، انا محتاج حاجه و30 زياره عشان اقفل الكي بي ايز بتاعتي، وانت تعرف تعملهم كام؟ قلت له يعني بالعافيه 14 16 وابقى يعني فرحت نفسي فحت ورد. طبعا خدت كلمتين في جنابي، والموضوع ده اتكرر تاني هتحط على بي اي بي، هعمل لك اكشن بلان، والموضوع دوت نوت نيجوشيبل. وخدت كلمتين في العظم بص ما يتوصوش. مش بس مديري، بلاش كده يا عم، انت اهو لما جيت اشتغلت وبقيت المجال ده مش خدتك معايا في العربيه ونزلنا سلمتك الاريا ووريتك الدكاتره وعرفتك عليهم صح؟ طيب انا يا عم اول ما دخلت الشغلانه دي ايه اللي حصل معايا؟ مديري كلمني: انزل يا احمد جوين فيزيت مع زمايلك في المحافظه دي. كنت مسؤول عن 3 محافظات، اريا سبيشاليتي جديده، والسبيشاليتي دي ما كانش فيها حد شغال اصلا قبل كده، ليها 2 و3 فاريا فيكت، 3 محافظات ومفيش حد. عملت ايه يا معلم؟ زي ما هو قال لي، رحت مكلم اول واحده من زمايلنا: ازيك يا دكتور ندى، ايه الاخبار؟ معاك الدكتور احمد عز، لسه داخل معاكم الشركه جديد وعايز انزل معاكي جوين فيزيت. اه يا دكتور زي الفل، ويلكم اون بورد ومش عارفه ايه، انت عارف بقى جو الشركات ده. ماشي يلا بينا. هتشتغل امتى يا دكتوره؟ هشتغل بكره الساعه 9 الصبح، التامين الصحي. عدها العيب، كويت بقى الطقم بتاعي وجهزت نفسي، دخلت نمت بدري 9 بالدقيقه انا قدام المستشفى. يا دكتوره انت فين؟ عارف اللي لسه بتصحيها من النوم؟ ايوه يا دكتور مين معايا؟ مش عارفه ايه. لا يا دكتور انا قدام المستشفى، انا احمد عز اللي انت لسه كان متفقه معايا امبارح على كذا 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 كذا. اه 5 دقايق بقى عندك. 5 دقايق على السرير يا معلم. فضلت قاعد ساعه ونص قدام المستشفى. انت متخيل؟ جت بقى مش طيقاني كأن انا اللي غلطان. وبعدها اشتغلنا الاكونت وخلصنا تمام. هتنزلي فين يا دكتوره؟ هننزل مركز كان اسمه مركز ملاوي، ده بعيد عن السنتر اللي احنا فيه ده 60 كيلو، وانا ماشي عربيه لسه داخل شركه جديد. انت بتقول لي ايه؟ هستناك في البي ام. فواز، استنى يا فواز، يا عم وقف السفينة دي. ايه هستناك في البي ام ده؟ فين يعني؟ في ملاوي فين بالظبط؟ في شارع كذا. طب يتروح ازاي وانا اعمل ايه؟ ومشيت وسابتني. خدت الميكروباص واتبهدلت في المواصلات لحد ما وصلت المركز ده.
نزلت خدت التوك توك بالشياكه بتاعتي ورايح نازل لها. بهدلت، معنى كلمه اتبهدلت. هنطلع بقى من زياره الدكتور اكس الدكتور التاني او الفلاني. طب همشي ازاي؟ تعالى ورايا يا دكتور. تعالى ورايا. فجيت بقول لها يا دكتوره بعد اذنك يعني احنا ايه المشكله لما نركب عربيه واحده؟ انت بتقول لي ايه؟ تخيل. لا والله معلش انا ما بركبش رجاله مع العربيه. ماشي شكرا يا ستي، شكرا الله الغني، ربنا ان شاء الله يكرمني واجيب عربيه. على حظي المنحوس سيستم العربيات قفل في الشركه بتاعتي سنتين. مرزق من يومك ابو السلكان، اداها في ايدك يا بطراق. واتبهدلت. قلت خلاص مش هنزل معاها تاني يا عم والله الغني. رحت مكلم زميلتنا دكتوره فاطمه دي برضو معانا في الشركه. يا دكتوره عامله ايه؟ انا احمد عز لسه داخل معاكي ومديري كان طالب مني انزل جوين فيزيت، فانا نزلت مع دكتوره ندى عايز اجرب انزل مع حضرتك. قالت لي يا احمد انا بزور سبيشاليتي ENT وانت راجل هتشتغل كارديولوجي، ايه علاقه دول ببعض؟ لا يا دكتور انا عايز اشوف بس الفريم بتاع الورك، البروسيس نفسها بتاعت الشغل نفسها تبقى عامله ازاي. قالت لي انا نازله قريه اكس في المركز الفلاني، والقريه دي انت مكان ده تو ماتش بريفرال، انت مش مطالب انك تروحها، مش هتنزلها بعد كده، مش هتقابل نفس الدكاتره دي تاني، فايه اللازم انك تنزل معايا؟ قلت بس خلاص يا عم هم ايه، واضح كده ان البنات او الفيميل في الشركه دي واخدين موقف من الاولاد اللي فيها. اروح لمين؟ قلت بس فيش غير هو مازن، اديله 6 شهور في الشغل اللي معانا في الشركه مع عربيته، راجل شغال بطنه وانا شغال قلب، هنزور نفس الدكاتره، هو ده اللي هيحس بيا، هو ده اللي يعرف معاناتي والاستراجل اللي انا فيها. كلمته يا مازن ازيك عامل ايه، انا احمد لسه داخل معاك الشركه جديد، لب 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 نفس القصه. تخيل مازن قال لي ايه؟ قال لي احمد لو اعتمدت عليا هغرقك. والله بنفس اللفظ كده، هغرقك. فانا اللي هو يعني ده رقم غلط، طيب شخص غلط. الو مين معايا؟ ايه محدش معايا كلهم عليا؟ قلت له شكرا يا معلم، السلام عليكم. اتصلت بمديري قلت له بص يا ريس انا مش هعتمد على حد في الجوين فيزيت دي، انا هنزل اعمل البروسبكشن لوحدي، شيلها لوحدي، ارحم لي وابرك لي. بس مش ارحم قوي، برضه حصل لي مشكله مع حد ما ينفعش اغلط معاه. تخيل رحت رايح لمين؟ رئيس قسم القلب دكتور عبد الرحيم، اشهر دكتور فيك يا محافظه. ودخلت للدكتور ازيك يا دكتور عامل ايه، قدام شركه تانية منافسه، ولقيت الولد من مندوب الشركه بيقول له يا دكتور عازمينك الشهر الجاي على كارديو اليكس وحاجزين لحضرتك في الفندق الفلاني. فالدكتور بيقول له انا ماشي هاجي معاكم بس الفندق ده بعيد وانا عايز فندق اقرب ومش عارفه ايه الكلمتين دول، انا جاي معاك بس حاول تشوف لي موضوع الفندق ده. فانا قبل ما ادخل لقيت مديري باعت شباب احنا موجودين في كارديو اليكس السنه دي والفندق بتاعنا كذا، كل واحد يبعت لي هيعزم مين. قلت بس فرصتك اللي جات لك يا واد يا عز. عامل ايه يا دكتور عبد الرحيم حبيبي؟ ولا كأنه اعرفه، ده اول مره ازوره. دخلت قلت له يا دكتور فكره انا احمد عز شركه كذا، الشركه عندنا هتوفر لحضرتك كارديو اليكس برضو وفي الفندق الفلاني اللي انت كان نفسك فيه. تخيل يا دكتور عمل ايه؟ قال لي بجد انت متاكد؟ قلت له اه. وهو قاعد معايا وانا قاعد في الزياره لقيته بيرن على زميلنا، ايوه يا دكتور فلان معلش انا بعتذر لك، خلي المكان ده لدكتور تاني، انا في دكتور هيوفر لي الاكوموديشن في الفندق اللي انا عايزه. طالع بقى انا فرحان مبسوط، ايه انا خارب الدنيا، رئيس القسم اشهر دكتور فيك يا محافظه بقى معايا. كلم مديري ازيك يا دكتور عامل ايه، ازيك يا احمد، دكتور انا عزمت دكتور فلان الفلاني على مؤتمر كارديو اليكس، وعلى فكره ده حصل موقف كذا وكذا وكذا وخدت المكان من شركه فلانيه. تخيل الرد كان عباره عن ايه؟ مديري بيقول لي مين قال لك تعزم عليه حد؟ انت اصلا ما كانش ليك مكان. طن طن طن، دش ساقع، سكوت لحظي كده احنا دقيقه انا وهو ما بنتكلمش. تخيل في الاخر الموقف يبقى عامل ازاي. قلت له طب ارجع للدكتور اعتذر له، بس هعتذر ازاي؟ ده لسه مكلم المندوب التاني واعتذر له، يعني اطلع شكلي وحش واطلع الدكتور شكله وحش، ده هيقفل عليا. طب انا اعمل ايه؟ سكت. رحت قلت لمديري طب العمل ايه دلوقتي؟ قال لي اصبر انا هحاول اتصرف. من عند ربنا والله يا ابني اتسطرت. لقيت مديري بعدها بيومين، انا قاعد يومين على نار مش عارف اعمل ايه، ولا هرجع اقول للدكتور ده ايه، ولا هشتغل معاه ازاي، مش عارف ولا حاجه.
الحمد لله ربنا ستر، ومديري كلمني وقال لي وفرت مكان، بس خدت كلمتين في جنابي ما خدتهمش في حياتي، وقعدت يومين كده انا قاعد اعمل كده، مش عارف اقول كل اي دكتور، مش عارف اتكلم مع اي حد اصلا على الدواء بتاعي. فانت حصل معاك ايه يا عم؟ انت زي الفل، انا مسلمك الاريا ومسلمك الدكاتره ومعرفك عليهم، ما تشغلش بالك باي حاجه يعني، كبر دماغك. بس يا صديقي، ودي كانت قصتي في بدايه اول 3 شهور في شغلانه ميديكال ريب. اكيد انت كمان لما بدات الشغلانه دي حصل معاك بعض المواقف اللي احنا بنفتكرها النهارده وبنضحك. لو انت برضو فاكر بعض المواقف دي اكتب لنا في الكومنتات، وطمن مازن ان هو مش لوحده في اللي هو فيه ده. ما تنساش تعمل فولو وسبسكرايب عشان تشوف حدوته تانية على القهوه مش مهم تسمعها. كان معاكم احمد عز، ودي قهوه المناديل.